قبل ما ابدا كلامي بس بدي اسال سؤال، يعني الجول الثاني اللي حول المباراه وغيرها مش فاول؟ ما دعس على رجل باو فيكتور؟ الفار شو بالنسبه؟ يا عم انصفونا لمره، بس انصفونا. مش هيك الوضع، اقسم بالله. لما صارت علينا ضد كوندي بمباراه رايو ان لغى، سبحان الله، رجع الفار بسرعه لغى. اما على دورنا شوف. المهم سيدي العزيز، هسه راح تشوف ناس تطلع تجلد المدرب من اول خساره. ليش؟ لانه في غل بستنوه كان يفشل، نعم، عشان يطلعوا يجلدوه. نسيوا انه 90% من الفريق مصاب وغايب. وين المصابين؟ بالوسط والدفاع اللي هو كان فيه مشاكل اليوم. خط دفاعك دومينغيز اللي اصلا طالع من اللمسيه، جيرارد مارتن نفس القصه، كوبارسي 17 سنه، كوندي اللي اصلا قلب دفاع. يعني حتى الافكار اللي كان فليك معطيها لخط دفاعه الاولاني كلهم انصابوا الخط دفاع، وصف عندك هذول الصغار مش راح يطبقوا افكاره 100%. شوف، انا ممكن اعيب على فليك انه لعب كثير مبالغه في الدفاع المتقدم، خاصه وانه خصمه اوساسونا بارضه قاعد بيلعب. ما كانت محتاجه كل هذا يا فليك. بس بنفس الوقت لما بتطلع هيك بتقول لازم يدور، لانه رافينيا ولامين يامال من بدايه الموسم وهم اساسيين، فلو انصاب واحد فيهم راح يطلعوا هم اللي يجلدوه انه انت ما ريحت وما دورت. بس فكرتي على توريس، يا اخي توريس اللي لبسنا اياه حبيبكو، اللي لبسنا اياه تشافيولا، شو بالنسبه يعني؟ ليش مكتوب علينا؟ اتفهمنا انه اليوم في مداوره. طيب ليفاندوفسكي بدك تريحه لانه برضه من